أنيميشن بالعربي. حكايتنا بتدور في مستعمرة نمل عايشة على جزيرة صغيرة بيحكمها نظام اجتماعي دقيق، وبتقودها الملكة وبنتها الأميرة عطا. النمل ده عنده مشكلة كبيرة. كل سنة قبل ما يجي موسم المطر بيضطروا يجمعوا كمية ضخمة من الأكل ويقدموها لعصابة جراد شريرة بيقودها وحش اسمه هبار. الجراد ده بيستغل قوته وضعف النمل عشان يسرقوا مجهودهم، وده بيحط النمل تحت ضغط مضاعف عشان يجمعوا أكل تاني لنفسهم. بطلنا بقى اسمه فليك. فليك ده نملة مختلفة عن أي نملة تانية. هو مخترع، دماغه شغالة، بس اختراعاته دايما بتعمل كوارث وبتجيب مشاكل للمستعمرة. فليك بيحاول يغير النظام ده، بس الكل بيعتبره نملة مش متظبطة ومصدر للإزعاج. فليك بيكون اخترع آلة عشان يجمع بيها الأكل بشكل أسرع. في محاولة عرض متهورة للاختراع ده، الآلة بتبوظ منه وبتخبط طبق الأكل الضخم اللي النمل جمعه للجراد وبتدمره تماما. مخزون الأكل كله راح في ثواني. الجراد بيكونوا في مكان تاني بقيادة هبار الشرير اللي بيشوف إنهم لازم يرجعوا لمستعمرة النمل عشان ياخدوا الأكل. واخوه وصحابه ما كانوش عايزين يروحوا للنمل لانهم شايفين ان في اكل هنا في المكان ده ومش محتاجين يروحوا هناك تاني. هنا هبار اول ما بيسمع الكلام ده بيقرر يديهم درس قاسي. هبار بيزعق وبيقول مقولة مهمة جدا: لو النملة الصغيرة دي وقفت ضدي كل النمل هيقف وراها وهنخسر كل حاجة. وبينطلقوا بسرعة وبيروحوا على مستعمرة النمل، ولما بيوصل هبار والعصابة مش بيلاقوا الاكل بتاعهم، فبيقرروا يعاقبوهم عقاب قاسي. بيطلب منهم يجمعوا ضعف كمية الاكل اللي ضاعت وهيرجع ليهم في أول يوم في موسم المطر. النمل بيكون متضايق جدا من فليك وبيقرروا يتخلصوا منه بطريقة شيك. فليك عشان يصلح غلطته بيقول لهم إنه هيطلع بره المستعمرة عشان يدور على حشرات محاربين تساعدهم ضد الجراد. الملكة والأميرة عطا بيوافقوا بسرعة عشان يخلصوا منه ويشتغلوا هم في تجميع الأكل. فليك بيسافر لوحده، بيوصل لمدينة الحشرات، مكان كله زبالة طبعا وكراكيب، وبيشوف قتال عظيم بين الحشرات وبيفتكر إن دول هم المحاربين اللي بيدور عليهم، ولكن في الحقيقة الحشرات دول هم فرقة سيرك مفصولين من شغلهم كمان. فبيجي فليك بيقابل فرقة السيرك وهم بيفتكروا ان فليك ده مدير اعمال او كشاف مواهب عشان يساعدهم يلاقوا شغل جديد. فليك بيرجع المستعمرة ومعاه الفرقة، والنمل بيستقبلهم استقبال الابطال. الاميرة عطا نفسها بتشوف ان دول ممكن يكونوا الامل. في حفل ترحيب كبير بتتكشف الحقيقة. الحشرات بتعمل مشهد كوميدي بيفضح انهم فرقة سيرك، وفليك بيضطر يعترف انه جاب محاربين مزيفين. النمل كله بيسيبوا الاحباط، والاميرة عطا بتتجنن من الغضب وبتطرد فليك والحشرات من المستعمرة. لكن قبل ما يمشوا بتحصل حاجة بتغير الوضع. بيظهر فجأة طائر. الطائر ده بيهاجم أخت الأميرة عطا الصغيرة دوت. حشرات السيرك بغريزتهم بينقذوا دوت من الطائر. الموقف ده بيدي للحشرات مصداقية وبيرجع لهم احترام النمل. فليك اللي اكتشف إن النمل لسه محتاجه بيرجع بفكرة عبقرية: ليه ما نعملش طائر مزيف ضخم عشان نخوف بيه الجراد ونخليهم يمشوا للأبد؟ الخطة دي بتعجب النمل، خاصة دوت اللي بتشجع فليك. النمل كله بيشتغل مع فليك في بناء طائر ضخم من أوراق الشجر والفروع. الأميرة عطا بتوافق على الخطة وبتشوف إن دي الفرصة الوحيدة عشان يخلصوا من هبار وعصابته. في نفس الوقت ده هبار بيكون بيجمع عصابته في مخبأهم وبيقول مقولته المشهورة اللي بتلخص الفيلم: لو النملة دي عرفت إنها تقدر تقف لوحدها ساعتها كل النملة هيقفوا ضدنا، والضعف ده هو قوتنا. هبر بيرجع للمستعمرة ومعاه العصابة كلها، والمرة دي مش عشان ياخدوا الأكل، عشان يدوسوا على فليك ويدمروا كل الأمل اللي في النمل. فليك بيحاول ينفذ الخطة وبيظهر الطائر المزيف. الجراد في الأول بيتخض، لكن هبار بيكتشف الخدعة وبيهاجم فليك وبيفضح خطته قدام النمل كله وبيضرب فليك وبيحطمه نفسيا. لكن هنا بيقف فليك وقفة بطل وبيصرخ في هبار: انت غلطان يا هبار، النمل مش ضعيف، انتوا اللي محتاجيننا، احنا اكتر بكتير منكم، ولو كل نملة قررت تقف ضدك انتوا هتكونوا ولا حاجة. الكلام ده بيشجع النمل جدا. الأميرة عطا بتقف مع فليك، النمل كله بيتحد وبيبدأوا هجوم مضاد ضخم على الجراد. بيضربوا هبار وبيطردوا العصابة كلها من المستعمرة. هبار بيحاول يهرب ويخطف فليك معاه، لكن الأميرة عطا بتنقذ فليك وفليك بيجذبه ناحية الطائر الحقيقي كان بيطير في الجو. هبار اللي فاكر ان الطائر ده كمان مزيف بيستهتر بيه وبيهاجمه، لكن الطائر بيمسكه وبياكله، وبكده بيموت الشرير الرئيسي. بينتهي الفيلم بانتصار ساحق للنمل. فليك بيصلح علاقته مع الأميرة عطا وبيبان انهم هيتجوزوا. كل النمل بيستخدم اختراعات فليك الجديدة لجمع الأكل بسهولة، ومحدش بقى بيخاف من الجراد تاني، وحشرات السيرك بيمشوا في سلام بعد ما بقوا أبطال حقيقيين. المستعمرة بتعيش في حرية، وده بيورينا ان الناس الضعيفة لو اتحدت ممكن تهزم أقوى قوة ظلمة. أنا أحمد ويلة، واللي كتب السكريبت ده إيمي جبر تحت إشراف القائد محمد عوض.